مساء الخير عليكم كلكم، يا رب تكونوا بخير على كل السمكوية. كل اللي كان بيسألني على الفلتر الاكستنشن دوت. آه اللي هو بيبقى فوق السفنجة، الفلتر السفنجة الكبير او الصغير على حسب ما انت عايز. ده منظر الحوض، الحمد لله ما شاء الله. دعواتكم ليا بالتوفيق. الفلتر ده بكل بساطة انا بجيب برطمان زي ده. البرطمان ده بيبقى عندي في ب5 جنيه في دار السلام. كل اللي عملته ان انا جبت الغطا من فوق، فكيته، وجبت الفلتر اللي هو السفنجة الكبير دوت اللي زي ده كده. وعندي الحتة اللي هي فيها الماسورة الشفافة الطويلة ديت. الحتة دي باجي عند الزاوية اللي هي اللي تحت دي، اللي هي دي بالظبط، هي ديت اللي هي الدورية دي اللي بتركب فيها الماسورة الاسطوانية الشفافة دي. وباجي اشوف قطرها كام، واروح خارم الحتة دي كده، سيحها بقى بمفك، سيحها بمكوة لحام، سيحها بقطر، بسكينة حامية، خد سنها وسيحه وقشر الكلام ده كله. اعمل اللي يريحك والاسهل ليك. انا عملت بسكينة او قطر، وعملت جزء برضك بمفك عندي بستخدمه للحاجات اللي زي دي. وبتيجي عند عملت كده في الوش اهو، وعملت كده في الظهر بتاعه. بخرم على حسب الاخرام اللي انا عايزها. دي اخرام اقل شويه عشان هحطها للحوض بتاع الانجل، فمش عايز يبقى فيه هوا كتير او تيارات اوفر في الموضوع. ده عامله فيه اخرام اكتر شويه عشان خاطر عايز يبقى فيه الفقاقيع الاكسجين تبقى زياده. واكتشفت ان انا مش حاسب الطول مظبوط، فانا دي حاجه من ضمن الاخطاء، يعني ان انت لازم تحسب الطول مظبوط بتاع البرطمان اللي انت هتجيبه. جيب اقل شويه، جيب اطول شويه على حسب الحوض بتاعك، وهتركبه فوقيه. هتروح فكك الغطا الاول وتروح راشقه في الجزء اللي انا قلت عليه، وهتبدا تملى الميديا بتاعتك اللي موجوده. انا حاطط كي 1 واخدها من صديقي العزيز حسن فؤاد في السلام، من مدينه السلام. وكنت شاري الكي 5 دي من اسلام ياسين، اللي هي الكبيره، اللي هي الحلقات البلاستيك الكبيره دي. الكي 5 دي ممتازه. انتوا شايفين طبعا المنظر بتاعها، كم ميديا رهيب محطوط فيها. الفواصل اللي هي معموله جواها دي بتبقى رهيبه، بتقدر تخزن فيها بكتيريا. دي شكلها من قريب، ومن جوه مضلعه، فطبعا تقدر تخزن جواها كميه بكتيريا نافعه رهيبه. والتانية اللي هي اصغر شويه، انتوا شايفين شكلها في الصوره، حلقاتها اصغر شويه، وكمان المفصلات بتاعتها اللي في النص مفيش فيها تفاصيل كتير او تضليعات كتير يقدر يبقى فيها بكتيريا نافعه. وحاطط كميه حلقات بيلي صغيره كنت جايبها من شيل. كل الحاجات دي انا بكلمكم عليها، دي حاجات كانت موجوده قبل كده. دي الميديا الكي 1، كانت هديه حسن فؤاد. والبلي السيراميك الصغير ده طبعا هو مش هيجري معاك عشان حجمه اتقل شويه. كنت جايبه من عند شيل. فالحاجات كلها كانت في البيت، والبرطمان كلفني 5 جنيه بالظبط للناس اللي بتسأل يعني. والميديا دي تقدروا تسألوا عليها اي حد بتاع اسماك، هيقدر يقول لكم الحاجات دي بالظبط بكام. وحته فخاره كانت عندي، كسرت جزء منها. انا كده كده سايب فخار وسايب لافاروك وحاجات كده في الحوض، تقدر تعمل فلتره غير النباتات. ما شاء الله يعني، تقدر تعمل فلتره طبيعيه. لكن انا اعتمدت برضك على فكره ان انا احط برضك حتتين فخار صغيرين في الحوض، في الفلتر قصدي. وكان عندي حتتين سفنج صغيرين اقدر ان انا احطهم يعملوا لي الكلام دوت زياده ميديا، يعني بمعنى اصح يبقى فيها عيشه للبكتيريا النافعه، وزياده للموضوع ان هو بدل ما يبقى فلتر سفنج بس، لا انا هحط فيه ميديا تقدر تشتغل. وبدل ما انا كنت عامل دوت لوحده، كنت عامل فلتر لوحده، حاطط البرطمان كده بالطول، وخارج من فوق هنا خرم واحد على قد الخرطوم الهواء، وعامل حواليه هنا كده، حواليه داير ما يدور اخرام صغيره قوي قد خرم المفك بالظبط، يقدر يطلع لي فقاقيع هواء. ومن تحت مفيش، وخارم بالطول هنا كده. هبقى اوريها لكم بردك دلوقتي جوه. وخارم بالطول كده حاجات بحيث ان هو ايه، يقدر يسحب ويقدر يطلع من فوق. دي فكره ودي فكره، بس انا كنت مع فكره احب شويه فكره الفلتر الاكستنشن اللي فوق دي، عشان هيوفر لك مساحه وياخد من نفس الخرطوم واحد بس بدل ما هو يبقى مشغل خرطومين. ولو احتجت تزود، لا اما هتحط فلتر تاني صغير، لا اما هتحط سكريه هواء زي ما انا عامل ورا كده في الاخر. سكريه هواء بس تعمل لك فقاقيع زياده، لو انت حابب ان انت تزود فقاقيع هواء تعمل لك اكسجين زياده.
بس ودي كل التفاصيل اللي موجودة. ولو حد حابب يسأل على اي حاجة ويسلم على الجمبرية الوحيدة العزل دي اللي اخواتها كلهم سابوها وتوفوا. بس السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ بس فدي كل التفاصيل اللي موجودة بخصوص الفلتر الاكستنشن. وهوريكم دلوقتي الطريقة التانية اللي انا عامل بيها الفلتر القديم، وطبعا دخلته جوه للزريعة عشان خاطر اوفر مساحة هنا في الحوض ده للنباتات. يعني الجزء ده انا عامل حاجات فيه كريبتوفرين كده، سايبها كده تتظبط وتتأقلم وتاخد من السماد اللي انا بحطه عشان هوديها لصديق عزيز ولاخويا. بس والباقي ده عامله في الجرش عشان ده حاجات الحوض الاساسي. بس دي كل التفاصيل عن الفلتر اكستنشن ده. وكده كده لسه هزود فيه ميديا تاني من اللي موجوده عندي من الكي 5 دي، هحط له بتاع 4-5 من دول كده هيظبطوا الدنيا ومش هبقى محتاج تاني. هوريكم بقى الفلتر التاني انا عامله ازاي. انا لله الحمد بحاول استخدم الحاويات البلاستيك على قد ما اقدر، توفيرا للمجهود وتوفيرا لفكره الاحواض البلاستيكيه الازاز، عشان خاطر فكره الميزانيه شويه. فانا ده الفلتر التاني اهو، مخرمه طبعا زي ما انتم شايفين كده من الجناب بالطول، هنا وهنا وهنا داير ما يدور حرفيا. ومن تحت مفيش حاجه، مش مخرمه. من فوق بس مخرم على قد ان انا حاطط فيه سكريه هواء كبيره اهي زي ما انتم شايفين. بس هنا بقى مزود ان انا حاطط فايبر فوق وسفنج جوه، والكي 5 زي ما انتم شايفين طبعا كتيره. بس هو بيسحب طبعا. دي كانت نضيفه، لسه هتتغير بس شويه كده، مش هينفع اغيرها عشان الزريعه دي هتسحب بس شويه الفضلات والحاجات الوسخه اللي بتبقى موجوده. دي زريعه سيكلت في الحوض ده، دي زريعه سيكلت في الحوض دوت. وده الفلتر اللي انا سايبه لهم هنا، وهعمل ده هعممه في بقيه الاحواض ان شاء الله. بس دي فكرته ببساطه زي ما انتم شفتوا، بيطلع الفقاقيع من فوق مسافه ما بيغطس خلاص كده طلعها. بس طبعا راعي منسوب الميه عشان خاطر ما يبقاش المنسوب يفضل يقل ويتبخر، وما يبقاش عندك فقاقيع زي كده ومش هيبقى ليه لازمه ولا هيطلع لك اي حاجه، والسمك هيتفقد منك على الفاضي. فنحاول نخلي بالنا على السمك بتاعنا وان شاء الله خير. ولو حد محتاج اي معلومه تحت امركم، سيبولي في الكومنتات اي حاجه عايزين تسالوها، وادعولي وننفذكم بالخير والبركه يا رب. حبايب قلبي، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واعمل لايك على الفيديو ده عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله لو في اي حاجه اقدر اساعد بيها، لو في حاجه عايزين تسالوا فيها عن اي حاجه تخص السمك ان شاء الله اقدر افيدكم. وسيبوها لي في الكومنتات ان شاء الله. على خير، سلام.